بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. منورين متابعينا ومتابعين سنتر الرسول للرياضات المنزلية، وزي ما وعدناكم بقى هنبدأ بقى ايه نعمل لكم شوية فيديوهات الأيام اللي جاية ديت عشان كل عروسة طبعا بتجهز نفسها. الحمد لله يعني شوية شغل بقى كده ايه للعرايس بقى إن شاء الله. الأول ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. نبدأوا بإيه بقى اللي أنتوا عايزينه، يعني نبدأوا بصوا كده بقى معانا. إيه رأيكم؟ شايفين طقم الكاس؟ شويه بقى كاسات هنوريكم شويه اشكال ما شاء الله يعني. ده طبعا بوهيمي زي ما انتم شايفين كده، وخلي بالكم من التيكت ده لان البوهيمي ده اللي هو التركي. تمام اهو. وهنعرفكم دلوقتي، هنوريكم اشكال كاسات وهنعرفكم زي ما كنا عرفناكم قبل كده الكاس تعرفوه اصلي ازاي من التقليد ازاي. تمام اهو. شايفين ده شكل من الاشكال. هتيجوا تحت هنا شايفين النقطتين دول، النقطتين دول الليزر. النقطتين دول بيعرفك ان الازاز دوت ازاز اصلي وحاجه امنه وحاجه خامه ما شاء الله كويسه. تقدري ان انت تتاكدي يعني ايه، هتدققي قوي فيها كده. هي طبعا باينه وواضحه الحمد لله زي ما انتم شايفين كده، لان في طبعا بوهيمي حاجات بتبقى مصري وحاجات طبعا يعني اشكال تانية ياما. تمام. المدهبات اللي فيها دي بتطلع بعدين، لكن احنا عندنا الشغل المدهب ده كل ده ما بيطلعش اهو. شايفين كده ده شكل، وادي كرتونته، وادي شكل الكرتونه. تمام ده شكل. نخش على الشكل التاني. ايه رايكم؟ شايفين الشغل اهوت، شغل ما شاء الله. حاجه يعني تحطيها بس كده، يعني تحطيها قدامك بس كده وتتفرجي عليها. شايفين تمام اهوت. ده برضو شكل تاني زي ما انتم شايفين كده، والطقم ده فيه 6 واسعار الحمد لله اسعار جميله جدا جدا جدا. نخش بقى على ده بقى طقم تستغناش عنه كل عروسه طبعا لازم يكون موجود في النيش، وحاجه محترمه جدا، وحاجه يعني سعرها مناسب جدا وخامه جميله زي ما انتم شايفين. ده طقم شربات مكون من 6 كاس والدورق زي ما انتم شايفين كده. حاجه ما شاء الله جميله. الكاس بتاعه جميل جدا جدا جدا. اهيت النقطتين اللي احنا قلنا عليهم شايفين اهم. حاجه ما شاء الله ما شاء الله، يعني كل الناس اللي هي بتتفرج علينا تعرف ان احنا بنتعب قوي عشان نجيب الشغل ده. شغل ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا كان في شكلين عدوا، وادي شكل ثالث جاي مع طبعا يعني ايه الاشكال دي في منها برضو كاسات لوحدها فرداني، يعني برضو يعني ايه غير طقم الشربات زي ما انتم شايفين كده. شايفين الطقم؟ بصوا الطقم، طقم جميل محترم وسعره مناسب جدا. يعني تتشرفونا ان شاء الله، والناس اللي بتعمل معانا هتشوف اسعار وتسمع اسعار ما شاء الله يعني. طيب نبدأ نقفله ده كده. بصوا بقى الاشكال التانية، حاجات بقى بدل ما هي طويله حاجات قصيره، يعني بدل الجنب بتاعها ده ما هو طويل اليد بتاعتها ديت تمام قصيره شويه، وبرده حاجات مدهبه زي ما انتم شايفين كده. ده احنا بنسميه اللي هو المكرش، ده بنسميه اللي هو المكرش اهو. نعمل معاكم ايه تاني؟ يعني ما شاء الله اهو بنوفر لكم شويه شغل والله العظيم من الشغل القديم بتاع زمان اللي صعب يكون موجود النهارده. شوفوا الاشكال التانية. شايفين بقى ده المفاجأة بقى بتاعتنا، ده اللي احنا بنسميه اللي هو الرخامي. ده بقى من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى يعني ايه عزيزة قوي قوي قوي
الاشكال ديت. شايفين؟ بصوا الطقم برضو كل لطم دي ستات، يعني الطقم ده بيبقى 6 قطع، العلبه بيبقى فيه 6 كاس. تعالوا وشوفوا زي ما انتم شايفين كده الكاسات واتفرجوا، لان طبعا عايز نقول لكم ان الكاسات ديت في منها بدل الشكل 50 شكل و50 نوع و50 الف حاجه. فطبعا انت بتقفي في بدون ذكر اسماء يعني في معارض كتير بتيجي بتفرش طبعا في قاعات وكلام من ده، وناس جات لنا وسمعت اسعار في حاجات مصري، ولما خدوا المستورد هم يعني ايه، يعني لو بيتفرجوا علينا هيكتبوا لنا في التعليقات الكلام ده. تمام. سمعنا اسعار حاجه غريبه، اسعار الضعف، يعني بيتباع المصري ضعف ثمن المستورد وضعف ثمن البوهيمي التركي. تمام. واشكال باينه، الكاسات باينه في الفينش بتاعها، في الزيادات بتاعتها، في كل حاجه. فطبعا خلي بالكم الكلام ده. روحوا تعالوا عندي، روحوا عند غيري، وفي ناس كتير في البلد شغاله شغل محترم وكويس. تمام. ما تشوفوش في مكان واحد وتقرروا الا لما تلف السوق كله. انت اولى بكل قرش، انت اولى. طبعا اي عروسه كان الله في عونها بعد زيادات الاسعار اللي احنا بنشوفها ديت، فكل جنيه انت اولى بيه. تمام. فتعالي عندي وروحي عند غيري ولفي السوق كله. مش مشكله، هتتعبي شويه، هتكلفي نفسك مثلا 50 60 جنيه تاكسيات او مواصلات، بس في الاخر هتلاقي نفسك وفرتي فلوس، وفلوس كبيره جدا. يعني لما بطقم زي ده كده فرقه 250 300 جنيه، دي حاجه صعبه جدا. يعني حرام، يعني احنا في شغلنا كده، انا عن نفسي حرام اللي بيحصل ده. تمام. فانت تعالي عندي وعند غيري، وروحي عند غيري واتفرجي وشوفي في المعارض وشوفي عند ناس كتير، وفي الاخر قرري شوفي الشغل اللي هو اللي انت حبيتيه، اللي هو ذوقك راح له فين، الخامه رايحه فين. اتفرجي واعرفي مني ومن غيري الاصلي ازاي والتقليد ازاي، واسمعي وخشي على القنوات واتفرجي وشوفي. مش عيب، بس عشان تاخدي الحاجه اللي انت عايزاها تمام وبسعر كويس وتاخدي خامه كويسه، يبقى انت كده ما نضحكش عليك. لكن ان انت تروحي مكان تفرحي بشكل الحاجه من غير ما تتفرجي عليها ولا تشوفي اسعارها ولا تسمعي اي حد قال لك عنها اي حاجه، لا شكرا. ممكن حاجات تاخديها مجرد انت حطيتها في النيش، ومعظم الناس بتحط الحاجات في النيش وما بتدورش بعد كده، تيجي بعد كده تستخدميها تلاقي المذهب بتاعها طلع قشر، تبص تلاقي مثلا نفترض ان هي حكت في حاجه، خربشت، عملت، لا، ما الكلام ده مش في الحياه الاصلي. فيا رب شويه الكاسات دي يكون عجبوكم. وعلى فكره احنا ان شاء الله في سفريه جايه في شغل كاسات جاي تاني اكتر من ده، بس احنا يعني حبينا ان احنا نوريكم يعني ايه ادي نوع 2 3 4 اشكال كاسات وطقم الشربات. تمام. وفي اطقم شربات كانت جات لنا، يا رب نلاقيها تاني، اللي هي البوهيمي بقى بتاع زمان قوي اللي عليه الختم. في ناس خدوه، يعني جبنا شويه شغل كده ما قعدوش، يعني قسما بالله ما قعدوا عليه ختم التاج، الختم البارز الاصلي بتاع البوهيمي. لو لقينا الشغل ده تاني هنعمل لكم عليه فيديو، احنا كنا عملنا فيه عليه فيديو برضو، لو نزلتوا تحت هتلاقوا فيديو طبعا معمول عليه. ان شاء الله بعون الله هنعمل لكم فيديوهات جايه على شويه كاسات لكل عروسه. ليه بقى؟ اتضح لنا ان ايام الاعياد دي طبعا احنا بنبقى مهتمين جدا بالشغل بتاع المواسم، زي مثلا كنا مهتمين علب الخزين طبعا عشان خاطر الكحك وعشان العيد، كل سنه وانتم طيبين. وبنهتم بالايام اللي جايه بقى عشان دخلة العيد الكبير بهيات الجزاره، من السكاكين، من المسنات، من الكلام ده كله هنعمل لكم فيديو عليها برضو ان شاء الله الايام اللي جايه. تمام. وناسيين ان الاعياد دي بيبقى فيها افراح كتير، ففي ناس بتجهز كتير، فالعرايس يعني بتعوز الحاجات دي اكتر، بس احنا على قدر امكانياتنا وعلى قدر ما بنقدر ان احنا بنقدر نوفر وبنعمل فيديوهات من كل ده عشان الوقت بس. فاحنا حبينا يعني قبل ما نخش في المعمعه والشغل اللي هو بتاع العيد الكبير نعمل لكم يعني حاجه بسيطه كده عن الكاسات ديت. تمام. عشان نوريكم طبعا الحاجات الكاسات باشكالها الجميله اللي انتم شايفينها ديت. تمام. فنقدروا ان احنا يعني نعدي بس ايه الاسبوع دوت كده بشغل العرايس. هنعمل لكم برضه اي عرايس طبعا، هنعمل لكم فيديوهات الايام اللي جايه ليكم عشان نبدا بقى الايام اللي بعد منها، بعد اسبوع كده ولا 10 ايام شغل العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين بقى من
اي حاجه تخص طبعا ايه البيوت، من الجزاره، من الحاجات طبعا اللي بتخص طبعا الفران، الكلام ده كله، عشان طبعا كل ست بيت تبدا تجهز مطبخها للشغل العيد الكبير. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وان شاء الله اي حاجه انتم محتاجين زي ما وعدناكم قبل كده بتحتاجوا ان انتم تعملوا عليها، يعني تشوفوا فيديوهاتها، بتكتبوا لنا تحت محتاجين فيديو عن حاجه معينه. تمام، لان احنا طبعا بنعمل على يعني الحاجات اللي بتيجي واللي بنقدر نعمل عنها بنعمل عليها. محتاجين اي فيديو لاي حاجه تقدروا تكتبوا لنا تحت في التعليقات، هنعمل لكم فيديو مخصوص. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.